إعطاء إشارة البدء والجولة الأولى. ملاكم الأوزبكي محمد علي استموف، ملاكم أعصر، ملاكم كازاخستان ملاكم أيمن. لكمات بعد الدوج بعد الديفنس بالجذع، ولكن مجموعة لكمات هنا من ملاكم كازاخستان. هنا في سلوك غير جيد من ملاكم كازاخستان. خلي بالنا طبعا وتعليم الاولاد في هذا السن مبادئ الملاكمه واحترام الملاكم هو الاساس. تمويهات حضراء من الاوزبكي. يا سلام على اليساريه الممتازه من لاعب اوزبكستان. السلام على بركات. يا سيدي ايه الجمال ده. ملاكمين في هذا السن في هذا العمر مهاراتهم تفوق وتمر لاعمار اخرى. يعني اعزائي المشاهدين والمتابعين احفظوا هذه الاسماء جيدا. سنرى هؤلاء على منصات التتويج العالميه والاولمبيه في الفتره القادمه بالتاكيد. القاعده قاعده الملاكمه الاسيويه هي قاعده ثابته قويه في جميع دول اسيا الى الان. انتشار لعبه الملاكمه في اسيا اصبحت من الالعاب الاولى التي تنافس فيها اسيا جميع الدول. دافع كده. ونهاية الجولة الأولى لمن ستكون الجولة؟ لمن سيكون الترجيح لكازاخستان أم أوزبكستان؟ ثلاثة 2 للملاكم الأوزبكي. 3-2 لملاكم اوزبكستان محمد خالد استموف، محمد علي استموف. يعني جولة أولى ايكوال، جولة أولى يعني متقاربة لكلا الملاكمين بصراحة. 3-2 أمر طبيعي لمين يعني مش مهم، ولكن في استمتاع في هذا النزال بصراحة. تكتيكيا عاليين جدا الملاكمين. الكازاخستاني توماغالي نورمخان وايضا محمد علي استموف الاوزبكي. في مشادات كده بين الملاكمين بداها كده نورمخان الكازاخستاني في الجوله الاولى، وهنا حكم الحلبة اعطى انذار لملاكم اوزبكستان سبب الضرب بعد ستوب او اللكمه بعد ستوب. مجموعة لكمات مستمرة من الأوزبكي محمد خان استموف. المسك هنا يجب تحذير الملاكمين من حكم الحلبة بعدم المسك. مرة ثانية ملاكم كازاخستان يريد تعويض الجولة الماضية. الجولة الأولى كانت 3-2. جاب ممتازة يا ولد، برافو. خرشو اوتشين خرشو ملاكم كازاخستان جاب صريحة وواصلة بشكل جيد. امتلاك منتصف الرينج من ملاكم كازاخستان. تحرك جيد من استموف الملاكم الاوزبكي، ولكن تبقى الحكايه هي ايصال اللكمه في المكان والزمان. التفاف من ملاكم اوزبكستان وتحذيرات بعدم الالتفاف مره ثانيه. لكمه طوليه من الاوزبكي. استموف. محاولات هنا من الكازاخستاني نورمخان مرة ثانية. السلام على اللكمة المضادة بعد لكمة ملاكم اوزبكستان. 1-2 جاب كروس لا جوش دوات ليفت رايت. الأساسيات تغني عن الفرعيات، هكذا هي الملاكمة. جولة ثانية تنتهي لمن ستكون 3-2 للملاكم الكازاخستاني توماغالي نورمخان. اذا جولة 3-2 لملاكم اوزبكستان وجولة للملاكم الكازاخستاني. 3-2 3-2 التعادل الان. الجولة القادمة لمن ستكون لان الجولة القادمة هي الفايت، هي النزال خلاص. من يفوز بالجولة القادمة يفوز بالنزال ويفوز بالميدالية الذهبية. لمن سيكون الذهب
في هذا الوزن 43 كيلوغرام. هل سيكون لكازاخستان ام اوزبكستان؟ الذهب لمن ذهب، الذهب لمن ذهب للتعب، لمن ذهب للاجتهاد، لمن ذهب الى التدريب، لمن ترك كل شيء مقابل الملاكمة. الملاكمة هي حبيبة لا تقبل شريك، الملاكمة من اللعبات التي لا تقبل شريك معها. عشق لا ينتهي وحكاية لا تنتهي، مهما بلغ بك السن وأنت ملاكم وبطل ستعود وتفكر في العودة مرة أخرى. هذه لعبة تمشي وتجري مجرى الدم في العروق. لكمة مضادة من ملاكم اوزبكستان استاموف، المسك مرة ثانية، وهنا التحذيرات من حكم الحلبة. السيطرة وامتلاك ممتازة في الرينج من ملاكم كازاخستان، والحركة واللكمة الواحدة من ملاكم اوزبكستان. يتلقى لكمة مع الحركة 1 2. يا سلام يا سلام، هنا لكمة قوية كازاخستانية، والمحاولات مستمرة لإثبات الوجود، لإثبات الحصول على المعدن الذهبي، على المعدن النفيس. الكازاخستاني يطلق صواريخ والأوزبكي مضادات للكمات الكازاخستاني. بوم 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 بوم. يا الله مع هذا النزال، يا سلام يا سلام يا سلام، نزال ولا في الأحلام. كازاخستان واوزبكستان، المتعة مستمرة والعرض مستمر في بطولة آسيا للواعدين، للبراعم، لهؤلاء الصغار، صغار السن كبير المهارات. لمن سيكون النزال؟ والله أنا مستمتع، نستمتع بهؤلاء الأبطال الصغار، صغار السن نعم، ولكن شوف المهارات، مهارات كبيرة، مهارات تتخطى العمر التدريبي. لمن ستكون؟ لمحمد علي استاموف أم لجوماغالي نورماخان؟ النتيجة غير متوقعة. بالمناصفة لصالح الملاكم الكازاخستاني هنا جوماغالي نورماخان.